بعد أن كانت تشكل ولوقت طويل هاجساً وعقدة للمقبلين على شهادة البكالوريا، مادة الفلسفة اليوم تدرس بمنهجية المخططات، وهي طريقة مبسطة تمكن التلاميذ من التعامل مع أي سؤال وارد. احنا حبينا اجتهدنا اجتهاد شخصي، حبينا نقدموا الفلسفة بطريقة سهلة، طريقة بسيطة، وبين قوسين كذلك طريقة ممتعة راح يعتمد عليها التلميذ هكذا باش يتجنب حفظ المقالات. هذه الطريقة هي طريقة المخططات. الطريقة هذه شفت انه طريقة ناجحة راح تعاون بزاف التلميذ باش يقدر يستوعب المقال تاعو، يفهم المقالة تاعو، بين قوسين راح يفهم المقالة الأم اللي هي الطريقة الجدلية، بحكم انه في الفلسفة عندنا 3 طرق مختلفة. احنا نسهلوا على التلميذ يفهم الفلسفة بالمخططات، يفهم الطريقة الجدلية، بعد ذلك مباشرة ما يفهم الطريقة الجدلية راح يقدر يخدم باقي المقالات. منهجية لاقت استحسان التلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا، خاصة أصحاب الشعب الأدبية والتي يصل معاملها إلى 6. طريقة المخططات ثم حاجة واحدة أخرى، تدخل تقرأ تفهم وتحفظ، تخرج حافظ، ماشي حافظ كلش، حافظ الأمثلة الحجج، بس هذا واش نسحق. ما كيما تحفظي تروح لك كلمة بك تروح لك كامل المقالات تتلف لك، مي كي ولينا هكا زعما بطريقة تاع المخطط تعبري بالصياغة تاعك الخاصة تعرفي لها وحدك. هاد العام باش قدرت نعرف الفلسفه شغل، باش قدرت نعرف صح الفلسفه فهمتها، وليت نعتمد عليها. الفصل الاول الحمد لله كانت عندي علامه 16 شغل، باش ما كنتش نتمنى ما كنتش نتخيل ندير روحي 16 في الفلسفه. التعامل مع المقالات بالفهم والذكاء بعيدا عن الحفظ، أسس طريقة المخططات التي أرادت الأستاذ ضيف من خلالها كسر هاجس هذه المادة عند المقبلين على شهادة البكالوريا.